أيها المباركون، إن صيام شهر رمضان شعيرة عظيمة من أعظم شعائر الدين، وقد عظمها الله تبارك وتعالى، وقد عظمت في نفوس المؤمنين، تقرر في نفوس المؤمنين أن حرمة الشهر عظيمة، وأنه لا ينتهك حرمة الشهر بالإفطار إلا إنسان جريء على الله متهور محاد لله ولرسوله. يقول الإمام الذهبي رحمه الله وعند المسلمين متقرر أن من انتهك حرمة شهر رمضان بالإفطار فهو شر من الزاني ومدمن الخمر، بل ويتهمونه ويشكون في إسلامه ويتهمونه بالزندقة والانحلال. وقد ورد الوعيد الشديد في حق من يتهاون بحرمة الشهر فينتهكه بالإفطار فيه. قال صلى الله عليه وسلم: أتاني آتيان من ربي فانطلقا بي فأتينا على قوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، فقلت: من هؤلاء؟ تأمل إلى هذا المنظر الفظيع، معلقين بعراقبهم بأرجلهم من أسفلها، قال: مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم، هذا جزاؤهم وتلك عقوبتهم، يفطرون قبل تحلة الصوم، قبل موعد الإفطار، فكيف بمن لم يصم أصلا؟ وقد ذكر العلامة حمود التويجري رحمه الله قصة أحكيها لكم تحمل العظة والعبرة في كتابه غربة الإسلام. يقول الشيخ: إن رجلا من الصالحين من جيرانهم ركب البحر مع مجموعة من أصحابه يتتبعون الدر، فلما دخل عليهم شهر رمضان صاموا كلهم إلا واحدا منهم كان ماجرا وأبى أن يصوم، فكانوا ينصحونه ويخوفونه بعقوبة الله عز وجل، فيسخر منهم ويهزأ بهم. فلما كان يوم عيد الفطر أكلوا سمكا فنشب في حلق الرجل عظم فمات، فذهبوا به إلى الساحل ليدفنوه، فوضعوه في اللحد وذهبوا يطلبون أحجارا لينصبوا عليه اللحد، فوجدوا حجرا كبيرا، فلما قلبوه خرج من تحته ثعبان عظيم، فأرادوا قتله فأعجزهم هربا وسعى بين أيديهم قاصدا القبر حتى دخل مع الميت في لحده، فاجتهدوا أن يقتلوه أو يخرجوه فما استطاعوا، فسووا عليه التراب والثعبان معه في مشهد مخيف مرعب. فليحذر الذين ينتهكون حرمة الشهر من حلول العقوبات والمثلات بهم، فإن هذا يؤدي بصاحبه إلى الهلاك والعياذ بالله. وقد جاء الرجل الذي وقع على امرأته في نهار رمضان يضرب صدره وينتف شعره لعلمه بعظيم الجرم الذي وقع فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما لك؟ قال: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، وفي رواية قال: احترقت. وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا اللفظ، إذ قال بعد ذلك: أين المحترق؟ فالأمر خطير عباد الله، فينبغي لكل إنسان أن يحفظ صيامه وأن يتقي الله سبحانه وتعالى في أداء حق هذا الشهر بالصيام.